مساء الفل عليكم. من اكتر الوصفات اللي بتطلب مني وصفات تتعمل سريعة وتنجز معانا للولاد اول ما يرجعوا من المدرسة، او نعملها سندوتشات بقى في العشاء. حاجات كده زي اللحوم المصنعة، زي مثلا وصفات اللانشون، وصفات البيف، السوسيس، السجق. الحاجات دي كلها بنشتريها من بره، فيعني ناس كتير قالت لي يا ريت لو نحاول نعملها في البيت، انضف واوفر، وطبعا في الطعم احلى بكتير. فانا بدات لكم ان شاء الله، عملت لكم اللانشون بكل انواعه. فدلوقتي هنبدا نعمل البيف او البلو بيف. البلو بيف ده من الحاجات اللي الناس بتحبها جدا، بس للاسف يعني اللي انا اكتشفته مؤخرا ان اسعاره بقت غاليه قوي قوي، يعني مش في متناول الجميع ان الناس تشتريه، مع انه هو طعمه حلو قوي والناس كلها بتحبه. وطبعا بيتعمل بالبيض، وبيتعمل حواوشي، وبيتعمل كده ساده في سندوتشات. يعني ليه كذا طريقه وكذا اكله ممكن نعملها بالبيف. تعالوا النهارده اقول لكم انا بعمل البيف ازاي، او طريقتي في عمل البلو بيف بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي، تقريبا ما يختلفش عليها اتنين. وعايزه اقول لكم ان ناس كتير جدا هتشكرني بعد الوصفه دي، لان الوصفه سهله قوي قوي. انا هستخدم ربع كيلو من اللحمه المفرومه، اي لحمه مفرومه حتى لو مجمده ما عنديش مشكله، مستورده ما عنديش مشكله. المهم ربع كيلو من اللحمه المفرومه. يفضل يضاف ليه قطعه دهن كده حلوه في الفرم، عشان طبعا البيف بيكون فيه نسبه دهون. ببتدي ان انا اتبل اللحمه المفرومه دي بحوالي بصلايه. بجيب بصلايه كده وابتدي ان انا اعصرها كويس قوي، وبعد كده بشيل الميه منها، لاني مش محتاجه ميه في الوصفه خالص، يعني محتاجه ان انا اتبل بس بالتوابل دي من غير ما تكون في ميه كتير. عايزه اقول لكم البيف بيتعمل بطريقتين، بس انا النهارده هقول لكم الطريقه الاصح. يعني هو في طريقه بتتعمل على الني كده، يعني بيتعمل البيف كده بالبصل على الني، بس بصراحه انا بحب دايما الطريقه اللي بتكون اضمن، اتاكد مليون في الميه ان اللحمه استوت. ببتدي ان انا اضيف بهارات من بهارات البيف او بهارات اللحمه، وكمان فلفل وملح معالق صغيره قوي، وبحط رشه صغيره من الكربوناتو او البيكنج باودر. وبعد كده ببتدي ان انا ادعكم كويس قوي بالشكل ده، واسيب اللحمه في التتبيله اللي انا عاملاها دي من ربع ساعه لساعه، يعني بالكتير خالص، بس بسيبها على جنب. انا حطيت معلقتين من الدقيق علشان خاطر يبتدي ان هو يمتص الدهون اللي في اللحمه، وتحتفظ بيها برضو، ما تطردهاش بره لما اجي اسلقها. هسيب اللحمه كده ساعه، وبعد كده هجيب حله على النار، علشان الكميه اللي انا عاملاها دي قليله، يعني ربع كيلو مش هطلع معاكي قلب بلوبيف صغير يعني. فانا بضيف له ايه؟ بضيف ربع كوبايه حمص، وربع كوبايه عدس جبه، ربع كوبايه حمص وربع كوبايه عدس جبه، وربع كوبايه فول صويا، والتلاته بسلقهم. يعني التلاته كده انا بحطهم جوه حله، وابتدي ان انا اسلقهم كويس قوي. على فكره دول تلات ارباع من الكوبايه دول يعملوا 3/4 كوبايه. اي نعم مش هيعملوا كميه كبيره، بس هيوفروا معاكم على الاقل خالص القالب هيبقى 2. يعني تقريبا الربع كيلو ده هيعمل حوالي 3/4 كيلو، فطبعا كميه كبيره يعني. هبتدي ان انا اسلقهم كويس، وبحط معاهم ورق لورا، وبحط معاهم حبهان، وبعدها بديهم اخر غلوه كده خالص في السلق، بنزل معاهم اللحمه المفرومه. بعد كده بصفيهم كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي ان انا احطهم جوه الفود بروسيسور او الخلاط او كبه، المهم ان هما يتطحنوا كويس جدا. نبتدي دلوقتي للخطوه اللي هتجمد البيف او اللي تمسك البيف، اللي هي الجيلاتين. هبتدي اجيب معلقه كبيره من الجيلاتين واحطها على ربع كوبايه من الميه، ادوبهم كويس او اتاكد ان الجيلاتين داب. وهنا بحط لون الطعام، ودي خطوه اختياريه، يعني ممكن ما نحطش لون طعام خالص، طبعا دي الوان طعام صحيه، عشان محدش يقول لي الوان طعام مضره، دي الوان طعام صحيه، وانا حاطه منها نقطه صغيره. هنا بقى عندي باكو كامل من البهارات، مكتوب عليها بهارات اللحمه المشكله. تقدروا تستغنوا عنها بان انتوا مثلا تحطوا توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود،
انا حطيته بصراحه لان اداني نكهه حلوه جدا يعني. وبقلبهم كويس قوي، بحط عليهم معلقه صغيره من الدقيق، وبقلبهم برضو كويس كويس لحد ما يبتدي الجيلاتين طبعا يتقل. طبعا الجيلاتين هيتقل معايا مع المكونات دي. وانا حاطه فلفل حب هنا علشان خاطر انا حابه البيف يبقى ليه طعم يعني كويس. بس لو عايزين تستغنوا عن خطوه الفلفل الحب دي برضو ممكن ان انتوا تستغنوا عنها. بعد كده هتبداوا ان انتوا تضيفوا المكونات على بعضها. اللحمه اللي انا فرمتها بالعدس بالحمص، وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا في الجيلاتين والتوابل اللي انا دوبتها كويس في الميه دي. ربع كوبايه ميه بس يا جماعه، فالجيلاتين هيمسك قوي يعني. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا طبعا عشان ده تصوير او عشان ده حاجه انا مصوراها، انا مزوده في لون الطعام. لكن طبعا انتوا ممكن ما تحطوش لون طعام خالص، يعني ممكن تكتفوا باللون الاصلي بتاع البيف اللي هو بيبقى بينك فاتح قوي. لكن انا طبعا عشان دي وصفه تصوير فبدات ان انا ازود شويه في لون الطعام. بس عايزه اقول لكم ان لون الطعام اللي انا مستخدماه لون طعام صحي ما فيهوش اي خطر خالص. بعد كده خطوه اختياريه ان انا بضرب الكلام ده في الكبه، او برجعه الكبه تاني اضربه، او بضربه في عندي اي محضره طعام. وابتدي بعد كده اجيب هنا الحاجة اللي انا هعبي فيها البيف بتاعي. ممكن اجيب كوبايات صيني وادهنها كويس بدهنة زيت. ممكن قوالب سيليكون لو متوفرة عندي. ممكن علب تلاجة، بس علب التلاجة لازم يتحط فيها كيس تلاجة عشان يطلع البيف ماسك نفسه. بسيبه في التلاجة في حدود 3 ساعات. دول بعد مرور 3 ساعات هو المفروض ان هو يتساب ليلة كاملة، بس انا للامانة ما سبتوش الا 3 ساعات بس. فهوريكم طبعا بعد مرور 3 ساعات. شايفين يعني هو متهيألي لو ليلة كاملة هيمسك اكتر من كده. بس الطعم يا جماعة تحفة، الشكل حلو قوي، الريحة تجنن. هنعمل منه دلوقتي وصفة. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسوش بقى تدعموني بكومنت حلو يشجعني وتقولوا لي ايه الوصفات اللي حابين تشوفوها الفترة اللي جاية. هجيب دلوقتي طاسه واحط فيها معلقه سمنه او معلقه زيت، واحط فيها طماطمايه واحده بس مقطعه صغير قوي على قد ما اقدر. تمام. وبعد كده بشوح الطماطم كويس جدا انا، وهحط معاها فلفل حامي، وطبعا ممكن تحطوا فلفل رومي عادي. ممكن الوصفه دي لو هنشيل منها البيض نحط بداله بصل، يعني الوصفه دي يتعمل بالبيض يتعمل بالبصل، ما تحطش البيض والبصل مع بعض. بعد كده ببتدي ان انا احط البهارات بتاعتي، حاجات بصوا لا تذكر لان البيف بتاعي متطعم بهارات كويس قوي. بعد كده هنزل البيف بالشكل ده وابتدي اديله تشويحه مع الطماطم والفلفل كويس قوي. ولو تلاحظوا ان انا مش حاطه ماده دهنيه كتير علشان خاطر اصلا البيف فيه قطعه دهن، انا حاطه قطعه دهن حلوه. بجيب 3 بيضات وابتدي ان انا اكسرهم كده جوه البيف، وابتدي بعد كده اقلبهم. دي بتبقى حلوه جدا يعني. دي انا عايزه اقول لكم طعمها تحفه في السندوتشات، تجنن بصراحه. من احلى الوصفات اللي ممكن تاكلوها البيف. والبيف النهارده موفر، يعتبر موفر جدا، لان ربع كيلو بقى 3/4 كيلو، فدي حاجه حلوه قوي. وكمان لو زودنا شويه في الفول والصويا ممكن يوصل لكيلو كامل. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من وصفه البيف الاقتصادي وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو استفدتوا منها ما تبخلوش عليا بلايك وشير وكومنت حلو يشجعني. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. هسيب لكم لينك صفحتي كمان على الفيسبوك عشان لو حابين تشوفوا الوصفات المكتوبه. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، بألف هنا وشفا يا رب، واشوفكم دايما على خير قريب.